كان يا مكان في مزرعة هادية وجميلة، كانت عايشة الجدة وزة. الجدة دي ما كانتش وزة عادية، دي كانت عمدة المزرعة وحكيمة المكان، وعندها كتاب كبير ومجلد اسمه كتاب الحكايات. الكتاب ده كان أغلى حاجة في المزرعة كلها، لدرجة إن الحيوانات كانت بتفتكر إن في سر سحري. وفي ليلة شتوية والبرق بيخطف العين، المزرعة كلها كانت نايمة، وفجأة سمع فرفور المساعد الذكي للجدة وزة صوت خربشة غريبة عند الشباك. فرفور خاف وشد اللحاف عليه وقال يمكن ده هوا. تاني يوم الصبح قامت المزرعة على صوت صويت وصراخ، وحد بيقول الكتاب اختفى، الكتاب اختفى. والجدة وزة واقفة ونضرتها على طرف مناخيرها وعينها فيها شرار، وبتقول يا فرفور، الكتاب ده لو مرجعش قبل المغرب مفيش حواديت تاني، والكل هياكل عيش ناشف. فرفور والجدة وزة بدأوا يدوروا على أي خيط، ولقوا أثر رجلين غريبة وريشة ملونة مريبة عند السور. فرفور بص للجدة وقال لها الخيط ده مودينا لبيت الثعلب مكار. راحوا هناك وهم ماشيين على طراطيف صوابعهم، وفجأة سمعوا صوت شهقات وعياط جاي من ورا شجرة الجميز الكبيرة. بصوا لقوا مكار قاعد وكاتم نفسه وهو بيقلب في الكتاب بسرعة، وفجأة وقعت ورقة قديمة ومسفرة من وسط الصفحات. مكار لما شاف الخريطة عينه برقت ونسي العياط ونسي الجدة وزة. الخريطة كان عليها علامة إكس حمرا كبيرة ومكتوب عليها هنا يرقد أغلى ما تملك الجدة. مكار استنى لما الليل دخل وجاب جاروف وبدأ يحفر تحت شجرة الجميز بكل قوته. كل ما يحفر خبطة يسمع صوت مخيف والريح تصفر وقلبه يقع في رجله من الخوف. بس الطمع كان أقوى، وفجأة طخ، الجاروف خبط في صندوق الحديد اللي موجود. مكار بدأ يضحك ضحكة شريرة ويقول بقيت غني يا مكار، هتشتري المزرعة كلها وأطرد الوز والبط. وهو لسه هيفتح الصندوق لقى نور كشاف قوي ضرب في عينه، والجدة وزة بصوت يزلزل المزرعة كنت عارفة إن طمعك هيوديك للحفرة دي يا مكار. مكار وقع من الخضة والصندوق اتفتح والكل هجم علشان يشوف الذهب والمجوهرات. بس الصدمة كانت إن الصندوق ما كانش فيه لا ذهب ولا فضة. الصندوق كان فيه برطمان مربى قديم ونبلة خشب مكسورة وشوية صور باهتة للجدة وزة وهي لسه كتكوتة صغيرة مع أصحابها القدام. الجدة وزة قالت له شفت يا مكار، الكنز الحقيقي هو الذكريات، الحاجات دي تمنها عندي أغلى من كل ذهب العالم، لأنها هي اللي بتفكرني أنا مين وأصحابي مين. مكار ساعتها انكسف من نفسه وعرف إن الفهلوة والطمع ما بيوصلوش لحاجة غير التعب. الجدة وزة قررت تسامحه بس بشرط مكار يبقى هو أمين المكتبة، يمسح الغبار عن الصور والكتب كل يوم ويقعد في أول صف في الحواديت علشان يتعلم الأخلاق من قصص الجدة وزة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك.